أهلا بكم متابعي قناة ملخصات سمر وعبد القادر، وفيديو جديد وملخص جديد. بيبدأ مسلسلنا مع جيو، بنت وحيدة عايشة لوحدها، وبتكون أكتر بنت مكروهة في المدينة اللي هي عايشة فيها، وده لأن باباها مدمن المخدرات وزعيم عصابة، وبرغم إنها مش مؤذية بس حياتها اتحولت جحيم بسببه. والشرطة بقت تراقبها على طول، وكل ما تنزل من البيت يفضلوا يمشوا وراها ويسألوها عن باباها، وهل يا ترى هي كلمته آخر مرة إمتى، أو تعرف مكانه ولا لأ، وانت كمان يا ترى عملت اشتراك وكومنت ولايك ولا لأ. وحتى في المدرسة محدش بيكون طايقها، وكمان بيكون في شلة بنات متنمرين بيفضلوا يضايقوها، لحد ما في يوم بتشوف جيو ضابط الشرطة اللي بيراقبها واقف مع مدرستها في المدرسة. وبعد شوية بتستدعيها المدرسة وبتقول لها إن هي لازم تتنقل من المدرسة دي لأنها مكروهة، وأهالي الطلاب بيتصلوا بالمدرسة عشان يقدموا شكاوى ضدها لأنها خطر على أخلاق وسلامة ولادهم. والمدرسة بتكون قاصدة تقول لها كلام يجرحها عشان تخلي عندها دم وتمشي، بس جيو بتقول لها انها ما عملتش اي حاجة. بس بيجي لها رسالة على تليفونها من باباها اللي اسمه دونج، وبيكون بيتمنى لها عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي. هو تاجر مخدرات وقاتل وزعيم عصابة، بس ما ينفعش ينسى عيد ميلاد بنته يعني. فبترجع جيو للفصل بتاعها وهي متضايقة من اللي سمعته، ومن ان باباها اتواصل معاها بعد غياب طويل. بس الموضوع بيكمل بإنها بتلاقي كيس فيه بودرة لونها أبيض على الكرسي بتاعها ومكتوب عليه شتايم ليها، وبتكون من البنت اللي تتنمر عليها على طول. فبتروح جيو وبترمي الكيس ده في وشها، وبتقوم خناقة بقى بين جيو وشلة البنات دول. بس جيو عشان كانت بتتمرن ملاكمة على ايد باباها، فكانت قادرة تقوم بالتلات بنات دول لوحدها، وحتى واحدة فيهم معاها سكينة. وبرغم ان كل الطلاب كانوا شايفين ان جيو مظلومة وما عملتش حاجة، ولكنهم بيخافوا منها وبيقولوا عليها اتجننت. فبتروح جي وبترمي بطاقة الهوية المدرسية بتاعتها للمدرسة بتاعتها، وبتقول لها انها هتسيب المدرسة، وبتسيبهم وبتمشي. وبتخرج من المدرسة وبتلاقي الضابط اللي بيراقبها دايما، فبتكسر مراية عربيته وبتطلع تجري، وبتروح لمكان هادي قدام البحر بتحب تقعد فيه على طول، وبتفضل تتفرج على صورها مع باباها لما كان مجرد أب طيب مش تاجر مخدرات. بس لما بترجع بيتها بتلاقي هدية على بابها وبتكون من باباها، فبتدوس عليها وبتدخل البيت. بس برضه باباها مش بيسيبها في حالها، وبيتصل بيها من تليفون عمومي في الشارع، وبيقول لها انه كان نفسه يبقى معاها، واكيد هي هتفرح باللابتوب اللي جابه لها. بس هي بتقول له انه حول حياتها الجحيم وهربان وسايبها تشوف الويل مع جيرانها والشرطة، وجاي دلوقتي يتصل بيها عشان يتمنى لها عيد ميلاد سعيد، هابي بيرثدي يا حبيبتي. وبتقوله انها مش عايزه تسمع صوته تاني، وهتعتبره ان باباها مات خلاص، وبتقفل في وشه السكه. فبيروح دونج يركب عربيته وهو زعلان، وبيكون مساعده اسمه تايجو، وبيطلب منه يسيب له العربيه لانه رايح مشوار ضروري. وبياخد العربيه وبيطلع على بيت جيو، واول حاجه بيعملها انه بيمسك الشرطه اللي بتراقب جيو وبينزل ضرب فيهم. وبعد كده بيطلع على بيت بنته وبيكون معاه مفتاح البيت، فبيحاول يفتح علشان يدخل، ولكنها بتبقى حاطة المفتاح جوه الباب وهو مش بيعرف يفتح. بس لما جيو بتروح عشان تفتح الباب بتلاقيه باباها، بس بتسمع صوت ضرب نار، وده لان في واحد بيروح لدونج وبيضربه مرة بمسدس معاه، فبيكسر دونج مفتاحه في الباب وبيمسك المقبض بايده عشان ما يخليش جيو تفتح الباب وتتأذي. وبرغم انه فاسد واذاها كتير في حياتها، ولكنه كان عايز يحميها لاخر مرة. وقبل ما يطلع أنفاسه الأخيرة بيتأسف لها على كل حاجة عملها، وبيقول لها إنه مش زي ما هي متخيلة، وبيموت. وبتنجح جيو في إنها تفتح الباب وبتطلع تاخده في حضنها وبتفضل تعيط. ولما بتعمل جيو جنازة لباباها محدش بيروح يعزيها خالص، لحد ما فجأة بتلاقي العصابة اللي باباها كان عضو فيها بيدخلوا يعزوها. وبيكون زعيم العصابة دي صاحب دونج المقرب واسمه تشوي. فبتسأله جيو هو بيعمل إيه هنا بعد اللي حصل لباباها من ورا دماغه. فبيقول لها تشوي ان باباها كان اب صالح وكان اقرب واحد ليه، وهو حزين عليه وبيسيبها وبيمشي. وبتروح جيو عشان تشوف باباها لاخر مره، وبتلاقي جسمه مليان ندوب وفيه وشم على صدره، ودي بتكون علامه العصابه بتاعته هو وتشوي. بس بعد ما حوارات الجنازه بتخلص بتروح جيو لتشوي في مقر العصابه اللي هي كانت عارفاه من بدري، وبتكون جايبه تسجيل كاميرات وقدرت توصل لصوره القاتل ولكنه كان مخبي وشه، وبتطلب من تشوي انه يجيبه لها عشان تقتله بنفسها. بس تشوي بيقول لها إنها كدابة، وبيقوم يديها سكينة ويطلب منها تطعنه هو علشان يعرف هي هتقدر تقتل حد فعلا ولا لأ. بس جيو مش بتقدر، فبيضربها تشوي وبيقول لها انت جبانة ومش هتقدري تجيبي حق باباكي. وبنشوف صورة دونج مع تشوي على مكتب تشوي، وبنعرف قد ايه هو كان بيحب دونج وبيعتبره زي اخوه بالظبط.
ولما بترجع جيو لبيتها بتلاقي الباب بيخبط وبتشوف حد واقف ورا الباب بنفس هيئة القاتل، بس المرة دي بتشوف وشه، لكنها بتخاف تعمل أي حاجة وبتسكت لحد ما الشخص ده بيمشي. بتنزل جيو توزع صورة لهيئة القاتل دي وبتكون عارضة 5 مليون وون. وبيشوف تشوي الإعلان ده وبيعرف إن جيو مش هترتاح غير لما تنتقم لباباها. بس بيجي لجيو اتصال من رقم مجهول بيقول لها إنه عارف معلومات عن الشخص اللي هي كانت بتوزع صورته وبيطلب منها تقابله وتجيب معاها الفلوس. فعلا جيو بتروح للي اتصل بيها، لكنه مش بيطلع شخص واحد، بيكون جايب 2 صحابه وبيكونوا نصابين قدروا ينصبوا على جيو وياخدوا منها الفلوس وكمان ضربوها وخطفوها في شنطة عربيتهم، لكنهم مش بيلحقوا يوصلوا لوجهتهم لأن تشوي بيكون مراقب جيو وبيقدر إن هو ينقذها ويخلص على ال3 شباب دول وينقذها منهم. وبيقف تشوي مع جي وبيقول لها إنها عنيدة زي باباها بالظبط وهو هيديها فرصة الانتقام دي، بس الموضوع مش هيبقى سهل كده. فبتقول له جوي إنها موافقة على أي تمن هي تقدر تدفعه، فبياخدها لنادي الملاكمة بتاع العصابة بيكون كله رجالة في بعض وهي البنت الوحيدة اللي فيهم. بس ده بيبقى الحل اللي بيفكر فيه تشوي علشان يخليها تبقى قوية أو على الأقل تيأس وتتخلى عن فكرة الانتقام دي. وبيجي لها شاب لطيف جميل كده اسمه دو بيعرفها بنفسه بيوريها الأوضة اللي هتنام فيها، وبيقول لها إنه كان أصغر واحد في السن في النادي ده عشان كده كان عايش هنا وعليه مسؤولية الأكل والشرب والغسيل والتنظيف وكله. بس بما إن هي أصغر منه وعشان هي بنت كمان فهي اللي هتبقى عليها كل المسؤوليات دي وهو بقى هيترقى. وبيقول لها إنها لو احتاجت أي حاجة تجيله ما تتكسفش. وفعلا جيو بتشوف الويل في الفترة اللي بتقضيها في النادي من معاكسات وقلة أدب وكمان الضرب، وعشان كده كل يوم بالليل بتفضل تتمرن على الملاكمة زي المجنونة عشان ما تبقاش ضعيفة في المكان ده أو في أي مكان تاني. بس تشوي بيجي لها وبيقول لها إنها كده بتضيع مجهود على الفاضي، وحتى لو اتمرنت أكتر وأكتر هتفضل ضعيفة لأنهم رجالة وهي مش هتجيب قوتها ليهم، بس تقدر تستخدم عقلها وتضربهم في أماكن حيوية تخلص عليهم بيها زي الشفة العلوية والدقن وكمان الرقبة، وساعتها هتخليهم عاجزين وتاخد هي الحركة الأخيرة. وبتقتنع جيو بكلام تشوي وبتدي نفسها فرصة في إنها تثق فيه ويخليه هو اللي يمرنها، وفعلا بيبقى قرار ناجح منها لأن تشوي بيبقى خايف عليها بجد وبيحطها على الطريق الصحيح. وبعد فترة بيكون في مسابقة في النادي وبتبقى عبارة عن قفص محطوط فيه 10 أفراد عشان يلاكموا بعض ولازم يتبقى شخص واحد بس منهم كلهم، وفعلا مش بيتبقى غير 2 بس وهم دو وجيو. طبعا كله بيبقى متوقع إن دو يقضي على جيو تماما، وفعلا ده كان هيحصل لأن قوته البدنية بتتفوق تماما على جيو. بس جيو افتكر التمرين تشوي ليها واستغلته وقدرت تقضي على دو، وتشوي راح لحد عندها علشان يعلن هو بنفسه فوزها وهو كان فخور بيها جدا. لما دو بيفوق لأنه كان طبعا فاقد الوعي يعني بيلاقي أصحابه واقفين بيتريقوا عليه لأن جيو هزقته قدام النادي كله، شكله بقى يعني حاجة مسخرة جدا. فبينزل علشان يفك شوية بيلاقي جيو بتنظف النادي، فبتتأسف جيو لدو بس هو كان بيقول لها ما تتأسفيش لأن دي كانت منافسة وانت كسبتي. بس ورا اللطافة دي كلها بقى ايه شيطان، لأنه رجع لأصحابه وقال لهم إن حط مخدر في مية جيو وكمان شوية هي مش هتحس باللي هيحصل فيها ولا هتعرف إنها شافتهم أساسا، ودي فرصتهم علشان يعتدوا عليها وينتقموا منها. فعلا بيروحوا لأوضتها علشان يعملوا كده، بس هي حاولت تقاومهم وفي وسط المقاومة دي في رف بيتكسر والرف ده كان عليه رماد باباها وقع على الأرض. فبتتعصب جيو وبتاخد شيء حاد من جنبها وبتطعن واحد من أصحاب دو وبتقوم علشان تهرب، بس دو بيجري وراها لكن مش بيلحق يعمل أي حاجة لأن تشوي بيبقى مراقب النادي وبيمسكه علشان يعاقبه، بيقول له يختار حاجة في جسمه ويأذيه فيها علشان بس يسيبه عايش، وبيخيره ما بين وشه دراعه أو رجله. بس طبعا دو مش بيعرف يختار لأن ده جسمه، بس تشوي بيريحه بيقول له إن هو هيختار له وبياخد سكينة وبيسيب علامة في وش دو هتخليه يفتكره العمر كله. وبيطلب تشوي انه يقعد مع جيو وبيقول لها ان من النهارده هي ماتت، وبيجهز لها هوية جديدة باسم جديد وهو جين، وهي رسمي بقت من العصابة، وبيديها مسدس وبيقول لها ان ده المسدس اللي باباها اتقتل بيه وده مسدس من الشرطة، وده معناه ان اللي قتل باباها شرطي وهي لازم تتزرع في الشرطة عشان تلاقي قاتل باباها. وده بيشجع جيو جدا في انها تكمل في الحياة الصعبة دي وبتتدرب لمدة 5 سنين، وفي ال5 سنين دول بتقدر تدخل كلية الشرطة وبتبقى قريبة جدا من قاتل باباها. وفي مرة بيكون عندها مهمة عشان تقبض على تجار مخدرات، بس ما كانتش تعرف ان دي اساسا قضية ضابط اسمه بيلدو شغال عليها وهي بوظتها لانها كانت مهمة سرية. ومن هنا بتبدأ عداوة بين بيلدو وجيو،
وبتترقى جيو بتبقى أخيرا عضوة في قسم مكافحة المخدرات، لأن أكيد اللي قتل باباها شرطي في القسم ده. وبتعرف إن مديرها هو النقيب تشا، وده نفس الشخص اللي شافته قدام بيتها وكان شبه الشخص اللي قتل باباها، وطبعا هي بتشك فيه جدا، ده لو ما كانتش متأكدة إن هو قاتل باباها، ولكنها بتتحكم في نفسها لحد لما تتأكد، وساعتها هتوريه العذاب ألوان. وبنعرف إن تشوي بيبقى فخور بجيو ومعتبرها بنته، وكمان بيبقى مستفيد من اللي بيحصل لأنها بتبقى عينه جوه الشرطة ويقدر يحمي نفسه منهم. ولما بيلدو بيعرف إن جيو بقت زميلتهم في القسم بيتعصب وبيقول لها إنها ما تناسبش القسم ده وهيبقى مجبر إنه يشتغل معاها. وبتيجي أول مهمة لجيو مع بيلدو بيبقوا رايحين يقبضوا على موزع مخدرات اسمه مانجو، وده عشان في مخدر جديد منتشر وهو مشتبه فيه. وعشان بيلدو يرخم على جيو بيقول لها تدخل تقبض على مانجو لوحدها، وبيبقى فاكرها هتخاف لانها كده هتدخل للمكان بتاع مانجو وسط رجالته واكيد مش هتخرج سليمه يعني، بس هي بتدخل فعلا. وبدايه كلام كده بتخلص على 5 من رجاله مانجو في الممر بتاع الدخول بس. ولما بتتاخر بيقلق بيلدو عليها وبيدخل عشان يطمن نفسه، ولما بيلاقي 5 رجاله واقعين وسايحين في دمهم بيعرف ان جيو دي اداه قتل ماشيه على الارض حرفيا. ولما بيدخل بيلاقي جيو مخلصة على كل رجالة مانجو، ومانجو شخصيا تحت ايديها عمال يصرخ مش عارفين نخلصه من ايدها. بيروح بيلدو علشان يخلصه من العذاب بقى اللي بيحصل له، بيقول له يعترف ويوريه المخدر الجديد ويسلم نفسه، والا هيسيب جيو دي تفترسه، هيسيبها تاكله. فبيقول له مانجو انه ما يعرفش اي حاجه، فبيقوم بيلدو يفتش بنفسه، بس جيو بيكون عندها قوه ملاحظه كده وبتشوف مانجو وهو بيبص الازايز مشروب موجوده على الرف وهو قلقان، فبتروح تدور فيها وفعلا بيكون شايل المخدر جواها وبيقبضوا عليه متلبس. لما بيحققوا معاه بيقول لهم انه مش هيقدر يعترف على الزعيم بتاعه لانه مش بس مجرد تاجر مخدرات، ده شيطان ماشي على الارض. بنعرف ان زعيم مانجو هو دو، وده بعد ما اتشوه واتجنن وكل اللي يهمه السلطة والقوة بس. وبيجي عملية مفاجأة لجيو مع الشرطة وبيتسحب منهم تليفوناتهم علشان السرية. وبتعرف جيو ان تشوي رايح يخلص صفقة مخدرات مهمة، والشرطة عرفت لان في خاين في عصابة تشوي، وهم دلوقتي هيروحوا ويقبضوا عليه. ومش بيبقى فيه اي طريقة جيو تحذر بيها تشوي، حتى لو فكرت انها تسمح له يهرب هتتكشف لان في كاميرات متعلقة على صدور كل اللي في الفرقة مصورين بيها كل حاجة. بيلدو بيكون اوشك انه يقبض على تشوي، بس جيو بتسمح لتشوي انه يهرب عن طريق انها بتضرب رصاصة من المسدس بتاعها، فبيعرف تشا ان في خاين بينهم لان في رصاصة من رصاصات الشرطة مضروبة وهي اللي سمحت لتشوي انه يهرب. فبيقرر انه يفتش في مسدسات الضباط اللي في فريقه، لان لو في مسدس من مسدساتهم ناقص رصاصة ده معناه ان هو الخاين اللي بيدور عليه، لان مفيش ولا رصاصة اتضربت طول العملية غير الرصاصة دي. بس بقى مش بيلاقي ولا مسدس ناقص ولا رصاصة واحدة. بيروح أعضاء الفريق علشان يشربوا سوا ويرتاحوا من العملية، بس بيجي لجي اتصاله بيكون من تشوي، فبتقوم علشان ترد عليه، بتقول له إنها كانت قلقانة عليه ومعرفتش تتواصل معاه، وبتعرفه إن الشرطة بتراقبه وكمان حاطين كاميرات في كل حتة في المقر بتاعه. وبتعرفه كمان مكان كل كاميرا، وده معناه ان في جاسوس عنده. وبتعرفه كمان انها لما سمحت له يهرب ده كان عن طريق انها تضرب بالمسدس بتاع قاتل باباها، وكمان رمت المسدس والشرطه اكيد هتلاقيه، وساعتها القاتل لو عرف هيشك ان في حد بيدور وراه وهيعرفه هو مين. بس الغريب اننا لما بنروح لتشاب بنلاقيه باصص لصوره دونج وبيكون متصور مع العصابه بتاعت شوي، وكأن في حاجه محدش عارفها غيره. وبيتخلص شوي من كل الكاميرات اللي بتراقبه، وبيعرف تشا ان في خاين بينهم هو اللي حذر تشوي. وفي اليوم ده دو بيكون مجهز عصابته اللي كونها في السنين اللي فاتت دي، وهجم على النادي بتاع عصابة تشوي وخلص على عدد كبير من رجالة العصابة. وتايجو كمان كان هناك، ودو حب ينتقم وأصابه إصابة شديدة في دراعه. وبتعرف جيو بخصوص اللي حصل ده وبتروح كشرطية عشان تشوف اللي حصل، بس بتلاقي رسالة مكتوبة بالدم على الأرض بتكون من دو بيقول إنه رجع عشان ينتقم. وبيشوف تشوي اللي حصل وبيقرر انه يندم دو على اللي عمله ده، وهو كان غلطان لما سابه يعيش. وبتشوف جيو صورة الشخص اللي دمر نادي الملاكمة، وبتعرف انه دو بتحاول انها تتحكم في رد فعلها. وطبعا بيتم فحص المسدس اللي جيو سابته، وبتروح بنفسها عشان تعرف التقرير اللي اتكتب، وفي نفس الوقت بيكون شافي مكتبه مصدوم من النتيجة. وبيقعد تشا مع رئيس قسم المخدرات وبيقول له انهم لقوا المسدس بتاع جون سو سونج، وده معناه ان في حد عرف اللي هم عملوه. بس رئيس القسم بيقول له يعتبر ان مفيش حاجة حصلت ويتكتم على الموضوع. بس جيو بتكون عرفت خلاص وبتواجه تشا وبتسأله مين جون سو سونج ده بقى، فبيستغرب وبيسألها هي عرفت منين، فبتقوله انها راحت تستلم التقرير
التحرير بتاع البحث الجنائي بنفسها وقرت اسمه على البحث، وبتكون ماسكة سكينة ورا ظهرها عشان تخلص على اللي قتل باباها. بس بيلدو بيدخل عليهم وده بيخليها تتراجع عن قرارها في إنها تقتل تشا، وبيقول لها تشا إنه كان ضابط معاهم ولكنه مات في أقل من شهر من انضمامه للقسم بتاعهم، واللي قتلوه هم عصابة تشوي. فبتروح جيو لتشوي بسرعة عشان تتأكد من اللي سمعته ده، وبتقول له هل هو فعلا قتل الشرطي اللي قتل باباها. فبيقول لها ان تشا ده ضابط شرطة خبيث، وهو اللي كان بيطارده هو دونج من سنين طويلة، وهو دلوقتي شاكك في كل الناس وبيحاول يوقع اللي عايز ينتقم منه، وبيطلب منها ما تسمعلوش تاني لانه اكيد ليه علاقة بموت دونج. بنعرف ان بيلدو بدأ يستلطف جيو ويطلب منها بقى تخرج معاه يشربوا حاجة مع بعض، بس هي بتقوله انها مش فاضية وبترفض عرضه وبتمشي. لكنه ضايق جدا وحب يعرف هي رايحة فين، وراح بقى مشي وراها عشان يراقبها. هي بتكون رايحة تطارد دو علشان تخلص عليه قبل ما يفضحها ويبوظ شغلها اللي هي تعبت فيه طول السنين اللي فاتت. بس بيلدو بيركب عربيتها مرة واحدة وبيقول لها انه بيراقبها بقاله شوية ومش عارف هي بتطارد مين، لكنه مش هيمشي غير لما يعرف لانه شاكك انها خاينة، ولو قاومت يبقى بتثبت الأمر على نفسها. بتقول له إنها عايزة توصل لزعيم مانجو وهتوصل له، فبيقول لها إن الموضوع خطر عليها وهو مش هيسيبها لوحدها. فعلا بيوصلوا الاتنين لمقر زعيم مانجو وبيفضلوا يراقبوا اللي بيحصل، وبتبقى شكلها كده صفقة مخدرات. لكن بتعرف جيو إنها وقعت في الفخ لما بتلاقي دو واقف وسط اللي كانوا موجودين في المكان وبيبص لها وهي مستخبية وبيضحك. فبتبص جيو وراها بتلاقي رجالة دو بيهجموا عليها. بتقاوم هي وبيلدو بس هم بيكونوا اكتر منهم وبيقدروا كمان يتحكموا فيهم. بيضحك دو بيقول لها انه مش مصدق ان جيو اللي يعرفها بقت جين الشرطية، بس بيلدو بيبقى فاقد الوعي وما بيسمعش اي حاجة من اللي حصلت. بيقول لها انه يخلص عليها قدام تشوي علشان يحسسه بالقهر، بس في الوقت ده بيكون تشوي اساسا بيحقق في موضوع دو بنفسه، ووصل كمان لرجالته وخد تليفون واحد فيهم واتصل بدو علشان يعرف انه قرب منه قوي وانه خلاص هيخلص عليه. بس دو بيضحك وبيقول له انه مجهز له هديه، وبيصور جي وبيبعت له صورتها وبيقول له يجي له بسرعه، وبيعرفه المكان اللي هم فيه. بس دو بيقرر انه يغدر بتشوي ويضرب عصفورين بحجر، وبيحط بيلدو وجيو في عربيه عشان يخلي جهاز الضغط يطبق العربيه باللي فيها، وبيسيبهم وبيمشي بعد ما بيشغل الجهاز. وبيفوق بيلدو بيحاول هو وجيو انهم يفكوا بعض بس مش بينجحوا لحد ما العربيه بتكون شبه اتطبقت، وقدر بيلدو انه يفك نفسه ويفك جيو، وبيبقى في فرصة واحدة بس الواحد فيهم انه يهرب، وبيخلي بيلدو جي وتهرب وتخرج من العربية، وبيكون خلاص قرب يتحول لمربى من الضغط. بس بيوصل تشوي في اخر لحظة وبيدخل بعربيته في صندوق الكهرباء وبيفصل الجهاز. ولما تشو بيطمن على جيو بيسمع صوت الشرطة فبيهرب بسرعة عشان ما يتقبضش عليه، وبيخرج بيلدو من العربية بأعجوبة وبيتنقلوا للمستشفى. وفي الوقت اللي جيو بتكون فاقدة الوعي فيه من التعب بتحلم بباباها وهو داخل البحر وبيغرق وهي مش قادرة تنقذه، وبتفوق من الغيبوبة دي وهي بتصرخ وبتنادي على باباها. بس بيلدو بيبقى قاعد جنبها وبيمسك ايديها عشان يطمنها، وبيعرف انها بتعمل كل ده عشان حاجة ليها علاقة بباباها، وبيقولها انه حاسس انه انتقام، وبيعرفها ان الانتقام اخرته وحشة ومتاهة كبيرة ملهاش اخر. وبيعرفها انه اساسا دخل الشرطة وخصوصا قسم مكافحة المخدرات عشان ينتقم لموت اخته، وده لان في يوم اخته راحت تحتفل مع صحابها بمناسبة تخرجهم من الجامعة، بس في واحد حط لها مخدر في المشروب وهي قلبها كان ضعيف وماتت على طول. ومن ساعتها وهو قرر انه ينتقم لاخته، ولانه مش عارف اللي قتل اخته قرر انه يقبض على كل اللي ليهم علاقة بالمخدرات لان اكيد هو هيكون منهم. لكنه حس انه بيتعب نفسه بس ده بيخليه مرتاح نفسيا. بيقول لها انه عارف هي حاسه بايه علشان كده هو هيساعدها في الانتقام ايا كان السبب اللي هي اصلا بتجري وراه. وبيروحوا علشان يتغدوا مع اعضاء فريقهم وبيحتفلوا بمناسبه خروج جيو من المستشفى سليمه. بيجي اتصال لتشا من دو وبيقول له انه هيخليه يقبض على تشوي متلبس، بس بشرط هو انه يسيبه يخرج بريء من كل الجرائم دي. فعلا دو بيبقى مجهز كمين لتشوي وبيقول له على مكان يتقابلوا فيه علشان يخلصوا اللي بينهم وحد فيهم يخلص على التاني. وفعلا المكان بيبقى متراقب من الشرطة وتشو فرقته في كل مكان. بيجي تشوي مع رجالته وبيلاقي دو مستنيه فعلا، وبتقوم حرب دموية بين العصابتين. بيهرب دو من تشوي لانه عارف كويس ان تشوي لو مسكه هيخلص عليه بسهولة، بس تشوي بيبقى واخد الموضوع جد قوي لان اكتر حاجة بيكرهها هي ان يبقى فيه خاينين. بس طبعا بحكم السن فدو بيبقى اقوى من تشوي وبيطعنه وبيبقى خلاص فعلا قرب يخلص عليه. بس جيو بتيجي في اخر لحظة وبتوقف دو بتقول له لو ما وقفش
هتضربه بالرصاص، وبتسمح لتشوي إنه يهرب. وبيجي بيلدو يقول لجوي ما تتهوريش، بلاش تقتلي دو. بس جيو بتعرف كويس إنها لو سابته يعيش هيعترف وهيفضحها، فبتضربه بالنار وبتقتله، وبيموت معاه سرها. وطبعا جيو بتنهار لانها اول مره تقتل حد في حياتها، والكوابيس بتطاردها في كل مكان. بس بيلدو بيجي لها البيت وبيكون معاه مشروب وحاجات ياكلوها سوا. بيقول لها انه مش ينفع يسيبها في يوم زي ده لوحدها، لانه عارف ان دي اول مره تقتل حد فيها، وحتى لو مجرم فهي برضه هتحس بالذنب شويه كده يعني. وبيلدو بينجح في انه يهديها ويحتويها، وبتحس جيو فعلا بالدفى معاه، وبيفضل معاها لحد لما بتنام على نفسها، وبيغطيها وبيسيبها وبيمشي. بس تاني يوم بتصحى جيو على صوت جرس الباب، وبتلاقي ظرف من دو كان مجهزه لها عشان تشوفه لو مات. والظرف ده فيه صورة باباها وهو مع الشرطة، وبتعرف انه كان شرطي اساسا. بس الغريب ان في الصورة كان في اسم متعلق على صدر باباها، وبيكون اسمه جون سو سونج. ومش بتبقى فاهمة اي حاجة، ولكنها بتلاقي اتصال من تشوي وبيعرفها مكانه، بيقول لها تيجي تقابله. وبيكون مستخبي في معبد في الجبل، وهناك كان في راهب عالجه، ولكنها بتكون رايحة مخصوص عشان تفهم ايه الصورة دي. ولما تشوي بيشوف الصورة بيضطر انه يعترف لها، وبيقول لها ان فعلا باباها كان شرطي، وتشا هو اللي بعته مخصوص عشان يخلصوا على العصابة بتاعته. ولكنه لما بقى واحد منهم انقلب ضد الشرطة، وحس ان ده مكانه اللي المفروض يعيش ويموت فيه. وبيتأسف لها وبيسيبها في صدمتها في باباها، لانها اكتشفت انها ما تعرفش عن باباها اي حاجة. وتشوي بيكون زهق من تشا، فبيدي امر لتايجو انه يخلص على تشا. وفعلا في نفس اليوم ده بيكون تشا وبيلدو بيشربوا مع بعض، وتشا شرب لحد ما نام على نفسه، واضطر بيلدو انه يوصله لبيته. بس تايجو بيكون مستني تشا هناك، وبيطعنه كتير جدا وبيسيبه وبيهرب. بس جيو بتكون في الوقت ده رايحة لتشا عشان تنتقم منه، لان كل حاجة بتقول ان هو اللي قتل باباها. بس هي بتتفاجئ لما بتلاقيه سايح في دمه وبيطلع انفاسه الاخيرة، فبتقول له انها هتسأله سؤال ولازم يجاوب عليه والا هتسيبه يموت. وبتقول له هل هو اللي قتل باباها دونج، او اللي يعرفه باسم جون سونج ده. فبيناديها باسمها جي، وبيقول لها انه كان بيدور عليها واخيرا لقاها. وبيقول لها ان باباها ما كانش عضو في عصابه، وان تشوي شيطان وبيخدعها. وبيفضل يعيط وبيديها شنطه بيقول لها تهرب بسرعه. وفعلا بتهرب قبل ما بيلدو بيقتحم المكان، لانه بيسمع صوت صريخ وضرب. وبنعرف الحقيقه، وهي ان ابو جيو كان شرطي، وفعلا اتزرع في عصابه تشوي عشان يقبض عليه. ولكن لما تشوي عرف اتجنن وخلص عليه. وكمان لقت رساله وداع من باباها وكتبها واداها لتشا، تحسبا انه لو مات ياخد فرصة أخيرة في وداع بنته. وقال لها إنها لو قرت الرسالة دي يبقى أكيد عرفت إن باباها ما كانش شخص فاسد وشرير، وهو بطل وطيب، وأكيد مات وهو بطل. وبيقول لها إنه كان نفسه يعيش معاها حياة طبيعية، بس دي كانت حياته اللي للأسف ما عرفش يهرب منها. وفي لحظة حياة جيو تتشقلب لما عرفت إن الشخص اللي عوض باباها وكان بيساعدها عشان تنتقم له بقى هو الشخص اللي تسبب في دمار حياتها وموت باباها. عشان كده بتاخد ولاعة وبتحرق علامة العصابة اللي كانت على جسمها، وبتكون أخيرا لقت الشخص اللي كانت بتدور عليه. بتعرف جيو إن تشارلز عايش وبيلدو قدر يلحقه، وبيقرر تايجو إنه يخلص على جيو، فبيروح لها برجالته علشان يقتلوها. بس هي بتخلص على كل رجالته وبتسيبه في الآخر علشان تستمتع بقى بقتله كده على مزاج. فبيقول لها تايجو إنه كان مستني اليوم ده بفارغ الصبر علشان يقتل بنت الخاين بنفسه. وبيعرفها إن هو اللي اكتشف خيانة باباها للعصابة، وهو اللي خلى تشوي يقتله بنفسه، لأن تشوي بيكره الخاينين. وده كلام بيخليها طبعا ما تتحكمش في أعصابها، وبتنزل في تايجو ضرب وطعن لحد ما بيموت قدامها. وبيروح تشوي بشكل غريب وبيسلم نفسه لاسم مكافحة المخدرات، وبيكون معاه أدلة تثبت إنه تاجر مخدرات. ولما جيو بتعرف بتروح علشان تحقق معاه، وبتقعد مع قاتل باباها، والمرة دي بتبقى الأمور بقى واضحة للكل. بتقوله جيو إنه هيتعاقب على كل اللي عمله، وبكده يكون انتهى خلاص. بس بعد شوية بتروح جيو بتتخلص من كل الأدلة دي، وبتكلم تشوي وبتقوله يهرب لأنها اتخلصت من كل الأدلة، وبتقول له إنها مش هتسيبه يتسجن لأنها هتخلص عليه بنفسها. وطبعا جيو بتبقى خاينة في نظر الكل، وأكيد هي الجاسوسة اللي كانت بتساعد تشوي. وبتروح جيو لقبر باباها، وبتطلب منه إنه يسامحها على كل اللي عملته لما كان عايش، وبتوعده إنها هتجيب له حقه. لكنها مش بتلحق لأن الشرطة بتقبض عليها، أو تحديدا بيلدو اللي بيقبض عليها، وهو مليان حزن إنها خاينة. وبياخدها وبيرجع ليها لمركز الشرطة، وبيفضل يقول لها إنه مش فاهم هي ليه كدبت عليه، مع إنه قال لها إن هو هيساعدها. فبتقول له إنها لو قالت له السبب ما كانش هيصدقها، فبيقول لها إن هي دي الحقيقة وبيسيبها.
بس تشوي برضه مش بيسمح لجيو إنها تتسجن وبيبعت لها المحامية بتاعته، وفعلا المحامية بتاعت تشوي بتروح لها وبتقول لها إن تشوي بيوصل لها رسالة وهي إنه قتل باباها فعلا وهي لازم تيجي تنتقم منه بقى. وبتقدر المحامية إنها تخرج جيو من مركز الشرطة وتنقلها للمستشفى عشان تعالج جروحها، ومن هناك بيجي فرصة لجيو إنها تهرب. بس في الوقت ده تشابي يفوق من غيبوبته وبيطلب من بلدو يجيله ويحكي له على كل حاجة تخص جيو، وبيعرفوا إنها أساسا بنت شرطي بطل وهي بتحاول تنتقم من باباها، وبيطلب منه يساعد جيو وينقذها من اللي هيحصل لها لأن تشوي مش هيسيبها في حالها. بس بيلدو بيعرف إن جيو بتحاول تهرب فبيجري وراها لحد لما بيوقفها قبل ما تهرب من المستشفى، وبيكلبش إيديها بإيديه وبيقول لها إنه مش هيسيبها تخلص على نفسها، وبيعرفها إنه هيروح معاها في أي حتة هي هتروحها. بس في الوقت ده بيجي رجالة تشوي عشان ياخدوا جيو، وبتضطر جيو إنها تتعاون مع بيلدو وبيهربوا من المستشفى، وبيروحوا الاتنين لبيت موجود على البحر بتاع بيلدو وبيقول لها إنها لازم ترتاح وبياخدها عشان تعالج جروحها. بيتأسف لها على اللي قاله ليها في مركز الشرطة وبيقول لها إنه عارف كل حاجة حصلت لها من نتشا، وعارف إنها مظلومة، عشان كده هو قرر يساعدها. بشكل مفاجئ بيعترف لها بقى إيه إنه بيحبها، وخصوصا من أول يوم شافها فيه لما بوظت العملية اللي كان شغال عليها. كان شايف إنها مميزة، وطبعا جيو بتكون شايلاله مشاعر هي كمان، بس مش قادرة تعترف. ولما هو خد الخطوة الأولانية اتشجعت وقالت له إن هي كمان بتحبه. ولما بيعرف تشوي إن جيو هربت مع بلدو اعتبر إنها كده خانته، وقرر إنه يخلص عليها قبل ما هي تخلص عليه. تاني يوم بتصحى جيو وبتتمشى على شاطئ البحر، وبيطلع لها بيلدو وبيقول لها إنه فكر إنها هربت، فبتقول له إنها قررت تسلم نفسها خلاص، بس برضه هتعترف على كل حاجة بخصوص تشوي. فبيقول لها بيلدو إنه فخور بيها جدا، وهيفضل معاها لحد ما تتبرأ من اللي هي عملته، وهيحاول كمان انه يخفف عنها العقوبة. بس وهما بيتكلموا بيجي واحد راكب موتوسيكل وبيقف جنبهم ويبص لهم ويطلع مسدس. بنعرف ان ده تشوي، بس مش بيبقى جاي علشان يخلص على جيو، لكنه جاي علشان يقهرها ويضرب بلده بالنار في دماغه ويموته قدام عينيها. وطبعا جيو بتتصدم، لكنها مش بتاخد وقت طويل في التفكير، لانها لو ما هربتش هيتقبض عليها، وحق باباها وحق بلده هيروح. فبتاخد مسدس بلده وبتهرب بسرعة، وبتروح لمقر تشوي وبتخلص على اللي تقدر عليه من رجالته لحد ما بتقدر تطلع له في المكتب بتاعه، وفعلا بيكون مستنيها. لكنها بتبقى متصابة جدا وفي راسها طبعا قدام تشوي بقت ضعيفة. بس تشوي بيقول لها انه كان مستعد يخليها تقتله وتنتقم لابوها لانه كان بيحبه جدا، لكنه كان خاين وكان لازم يموت. لكن عشان هي قررت تسلم نفسها للشرطة، فده معناه انها خاينة زي باباها ولازم برضو يقتلها. فبتهجم جيو على تشوي وبيكون معاها سكينة وبتحاول تقتله، ولكنه بيبقى أقوى منها بكتير وكأنه بيتخانق مع عيل صغير. بس جيو بتفتكر تدريباتها معاه وبتبدأ تستهدف النقاط الحيوية اللي في جسمه لحد لما بتطعنه في بطنه، وقبل ما هو يضربها بالمسدس بتكون هي هجمت عليه وطعنته في رقبته وبيوقع ميت. وبكده بتكون أخيرا انتقمت لباباها والبلدو اللي ما كانش ليه أي ذنب في أي حاجة ومات يا عيني في طيس. وبتهرب جيو وبنعرف إنها غيرت هويتها عشان هويتها القديمة بقت منتشرة عند الشرطة، وبتروح تزور باباها وبتسيب له صورتها وهي بالزي الرسمي للشرطة، وبتبقى واقفة جنبه وبتقوله إنها بقت بطلة زيه بالظبط. وبتروح تزور بيلدو اللي بيكون اتدفن مع أخته. وبكده بيخلص مسلسلنا. وكمان لو أنت من الأبطال بنقول لك شكرا ليك إنك مكمل لحد آخر الفيديو، وكمان ما تنساش اللايك والكومنت والشير واشترك معانا في القناة لو أنت مش مشترك عشان يوصلك مننا كل جديد. سلام.